اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. النهارده هعمل تورتتين، كل تورته 4 طبقات، الاتنين هيبقوا شوكولاته، بس كل واحده يعني في تزيين مختلف. عايزه اقول لكم من بدايه ما بدات في التورت، في حاجات كتير قوي ما كنتش اعرفها، مش بس الفينش والشغل والمقادير والكلام ده، لا، التسويق نفسه. على فكره التسويق ده عامل مهم جدا جدا لنجاح شغلك، يعني ان انت تسوقي لشغلك او تعرفي تبقي لبقه كده، وتعرفي تتعاملي مع اللي قدامك، وتعرفي توصلي لهم، آه، تشرحي لهم شغلك كده بطريقه مبسطه، او تفهميهم، او تبقي محسساهم ان انت فاهمه. ده بيفرق كتير جدا. تمام. عايزه اقول لكم بس حاجه قبل ما انسى، الاسبونشات هتلاقي فيه اسبونج ممكن يبقى فيه خرام كده، واسبونج تاني لا. إيه الفرق بقى؟ ان انت بتقلبي كده، وانت يعني بتخبزي الاسبونج، المفروض تعمليه بعصايه الشيش طاووق كده، تديله تقلبتين محترمين، بيقلل الفراغات. يعني انا لما بديله تقليبه كده محترمه بيبقى مفيهوش فراغات، لما ببقى عادي كده وبسرعه بلاقي فيه فراغات كتيره. فعشان الناس بس اللي ايه بتسأل الفراغات دي بتيجي منين، ملوش علاقة بقى بالخبز ولا بأي حاجة، هو بس ايه التقليبة اللي في الآخر دي بتفرق كتير. آم، كنت زمان بحط أسعار، يعني أحط أسعار وبالمقاسات. يعني مثلا تورتة مقاس 20، هنقول سي مثلا 200 جنيه. تمام. فتيجي واحده تطلب مني التورته، فتبتدي بقى تقول لك لا، طب انا ينفع احط حشو كذا، طب ينفع مش عارف ايه، طب انا من بره عايزه اعمل كذا، لا غطها لي كلها شوكولاته، لا اعملي لي حروف كذا، لا طب خلي نصها فاكهه فلاقي بقى التورتايه مثلا بعد ما كانت ب 200 جنيه، طبعا كل دي يعني حاجات بتختلف في السعر، ممكن تبقى ب 400، فبتبقى بالضعف. فبتقول لك ازاي؟ طب ما انت حاطه 200 جنيه سعر، ازاي بقى هي نفس المقاس وتزيد كل السعر ده؟ فما بقتش احط اسعار او احدد اسعار غير العروض اللي هي مثلا تورتايه ومعاها نص دست جاتوه، مثلا لو انا مطلعاها ب 250، هو ده اللي سعرها ثابت عندي، وهو بيبقى اشكال معينه ببعتها، بيختاروا منها اللي هم عايزينه. تمام. لكن الطرط اللي هي ملهاش علاقه بالعروض دي ما بحط لها السعر. ليه؟ لان ممكن واحده تبقى حابه ان هي يبقى الكيك من جوه كله شوكولاته، حباها كلها شوكولاته وتتغطى شوكولاته، لا حباها كمان وتحط كذا، وفي الحشوات كذا، فكل ده بيختلف في السعر. فما بقتش احدد اسعار الطرط غير مع الاتفاق. يعني شوفي حضرتك اللي انت عايزاه، هبعت لك صور، اختاري اللي انت عايزاه وعرفيني انت محتاجه من الشكل ده مقاس يكفي كام فرد، الفينش هيبقى بنفس الشكل ولا في حاجه مختلفه. وبعد كده يعني لما نخلص كل حاجه نبتدي بقى نتفق على السعر. العلبه كمان، شكل العلبه، في علب بتبقى في ناس بتبقى عايزه شكل العلبه يعني اللي هي العلب المرتفعه، اللي بيبقى فيها فتحه شفافه من فوق عشان تبين التورته. فدي مثلا العلبه مثلا ممكن تعمل 40 جنيه. فدي ملهاش علاقه بالعلب العاديه اللي احنا بنجيبها ب10 جنيه او ب7 جنيه او ايا كان يعني سعرها. فنتفق على كل حاجة، ولما نخلص كل حاجة نبتدي يعني نقول السعر كذا. دي حاجة هتفرق معاكم جدا في شغلكم، في المصداقية كمان مع الناس. يعني واحدة ممكن تيجي تقولك ده انا واخدة منك التورتاية مثلا مقاس 20 ب350، ازاي انتي مطلعاها ب200؟ لا، انت اللي انت اكيد واخداها ب350 ارتفاعها اعلى، الفينش بتاعها مختلف كده. فما تحددوش السعر على حسب المقاس، لا، السعر على حسب الفينش وعلى حسب الشغل، مش بالمقاس. ما ممكن تورتايه تبقى ب200 جنيه، تبقى ب200 جنيه مثلا ومقاسها 20، وتورتايه ب400 جنيه مقاسها 20 برضه. احنا كده بقى اتفقنا على كل حاجة تخص التورتة. هنرجع بقى للايه، للديبوزيت اللي هو الحجز، جدية الحجز. بيتحدد على حسب يعني هي امكانياتها ايه. في ناس بتبقى حابة تدفع نص المبلغ، في ربع المبلغ، المبلغ كله. لو اي حد بقى يعني اختلف معاكي في موضوع دفع الحجز ده، ما توافقيش على الاوردر. لان الفتره اللي فاتت ناس كتيره جدا اشتكت من موضوع ان احنا بنعمل اوردر ونيجي نكلم اصحابه ويقولك ما يردوش، او حصل مشكله، حصل مش عارف ايه، حصل، لا، معلش، الخامات بقت غاليه واحنا مش هنعمل حاجه ونرميها في الارض، او اضطر ان انا ابيعها بسعر اقل عشان خاطر اعرضها مثلا فوري، فهضطر انزل من سعرها. طب انزل بايه؟ مش هنزل بقى مكسبي اللي طالع لي في التورتايه 50 جنيه ولا 70 جنيه علشان اقدر ابيعها ما تتركنش عندي.
فانا حتى في العروض والله بعمل كده. طب يا جماعه على الرقم مثلا بتاع المحفظه ابعتيلي جديه حجز الرقم اللي هو الديبوزيت. في ناس طب ما احنا اتعاملنا مع بعض والله يا جماعه انا بجيب خامات وواقفه على خامات او ايا كان بقى، يعني الطريقه اللي ممكن تشرحي بيها الموضوع. انا مش هشتغل غير بجديه الحجز عشان خلاص يبقى ده تمام. التورته دي محجوزه لحضرتك وهتكملي ثمنها بقى ساعه الاستلام. سواء لسه بادئه او بادئه بقالك فتره، الموضوع ده مريح وبيخلي الناس تبقى فاهمه ان خلاص دي حاجتهم، يعني معلش عندك ظرف مش عندك دي مش بتاعتي. التورتايه دي اتبعتت لي هي بس كانت كله طالباه الفراشات اللي هي الفيونكات، وكمان قلوب كده من الشوكولاته. عملتها لها وطلعتها لها على 350، دي مقاس 20، 4 طبقات زي ما انتوا شفتوا. الكيك من جوه شوكولاته، التانية بنفس الشكل بالظبط بنفس المقاس بنفس كل حاجه. بس الفرق ان عليها كلام. هوريكم بس التورته التانية. بصوا هي انا عملت قلوب كده من الشوكولاته ووزعتها على التورتايه كلها. والله بصوا يعني هي جت استلمت من عندي وبعتت لي شكل التورتايه لما روحت تقريبا اتخبطت منها انهارت، فحاولت يعني اراضيها ان هي تبعتها لي تاني اعملها، قالت لي لا مش هينفع والوقت وكده. كنت متضايقه جدا مع ان يعني التورتايه كانت، بس هي تقريبا بقى الله اعلم لفت بيها شويه على ما راحت جابت الشمع والحاجات اللي هي كانت عايزاها، مع ان انا قلت لها يعني خديها على البيت على طول. قالت لي لا على طول ان شاء الله. معرفش بقى إيه اللي حصل، بس كانت متضايقه جدا وانا كنت متضايقه ان هي يا عيني ما فرحتش بيها. بس انا حاولت اراضيها والله وحاولت اعمل لها اي تصليح فيها، بس هي ما وافقتش. التورتيه التانية دي كانت رايحه تدقي. صاحبتها قالت لي هبعت اوبر ياخدها من عندك، وبعد كده قالت لي لا حاولي تشوفي لي مندوب، وحاولت اشوف لها حد وتواصل معاها ووديها لها الحمد لله سليمه. كانت عايزه تكتب عليها جمله كده بالتركي، بصراحه انا ما اعرفش معنى الجمله ايه بصراحه، يعني ما سالتش. هي بعتت لي كلام وقالت لي، قلت لها ده مش انجليش، قالت لي لا ده تركي. فعملته لها بنفس ما كانت بعتها بالظبط. بس طبعا هي ما كانتش حابه تلغي اي حاجه ولا تختصر اي حاجه، قالت لي انا عايزه الجمله زي ما هي كده بالظبط. فطبعا قلت لها هتبقى واخده مكان كبير، قالت لي حاولي على قد ما تقدري تخلي الكلام في النص، والعلم كانت عامله علم مصر وعلم تركيا، وكانت عايزه الكلام يبقى في النص والعلمين كده يبقوا من الجناب. فطبعا قلت لها لا هيبقى صعب لان الجمله كبيره، وزي ما انتم شايفين كده واخده يعتبر تورتايه. فاخر حاجه وصلنا لها ان احنا نحط الاعلام كده من تحت، وكانت عامله، كانت قالت لي اعملي الحروف كنت عاملاها بعجينه السكر في المولد كده. بعجينه السكر لونها احمر، كان لون ابيض وانا حطيت عليه نقطه احمر، وعملت لها تاج كده باللون الاصفر. كلها عجينه واحده، عجينه سكر لون واحد، وانا بلونها بالوان الجل العاديه. وعملت علم مصر وعلم تركيا. وعملت الفراشات. طبعا موضوع الاعلام دي يعني مش انا بصراحه اللي عملتها، انا خليت بنتي اللي عملتها لي، وعملت لها الفراشات الفيونكات دي اللون الاحمر، وقالت لي حاولي تخلي الاعلام كده من تحت، فيعني حاولت اظبطهم لها على قد ما اقدر. وهي كانت طالبه العلبه تبقى اللي هي العاليه، العلب العاليه طبعا، وتكون العلبه شفافه. جبتها ب30 جنيه، وطبعا ضفت على ثمن التورته. وزودت، هي كان المفروض ان انا اتفقت معاها التورته ب350، زودت ثمن العلبه 30 جنيه، يبقى 380. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، استفدتوا منه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتعليقكم الجميله اللي دايما بتفرحوا.